السلام عليكم متابعي ومتابعات لغز الجريمة. أهلا وسهلا ومرحبا بنا وبكم في حلقة جديدة من حلقات قصص وملفات قضايا الجرائم التي وقعت في إحدى مدن أو قرى المملكة. نتمنى من الله عز وجل أن تكونوا بخير وبصحة وسعادة إن شاء الله. ندخل مباشرة في سرد تفاصيل وتطورات جريمة اليوم. قضية اليوم هي واحدة من قضايا الشرطة القضائية، دارت أحداثها بمدينة الدار البيضاء، وبالضبط سنة 2007. وسنبدأ متابعين الكرام بسرد هذه القضية من بدايتها. في إحدى التجزئات السكنية، حيث بدأ الناس في شراء بقاعهم الأرضية وبناء منازلهم، كان بعض عمال البناء يشتغلون منذ الصباح الباكر. وفجأة انتبهوا إلى رائحة كريهة جدا مصدرها أحد المنازل المجاورة. ذلك المنزل لم يكن قيد البناء، بل كان مبنياً وجاهزاً، إلا أنه غير مأهول بالسكان. وكان معروفاً بين الجيران أن صاحب هذا المنزل مغربي يعيش ويعمل في دولة الإمارات. الرائحة كانت قوية جداً وغير طبيعية، ما دفع الناس إلى البحث عن مصدرها. وبعد محاولات متعددة، تبين أن الرائحة تنبعث من داخل ذلك المنزل. الرائحة كانت من النوع الذي لا يخطئه الإنسان، إذ إن رائحة تحلل جثة إنسان تكون أقوى بأضعاف مضاعفة من رائحة جثة حيوان. الأمر أصبح واضحاً، فتم إبلاغ الشرطة والسلطات المحلية. عند وصول رجال الشرطة وبحكم خبرتهم المهنية، تأكدوا مباشرة أن الرائحة تدل على وجود جثة داخل المنزل. تم إشعار النيابة العامة، وأعطي الإذن القانوني باقتحام المنزل. بعد فتح الباب، دخلت الشرطة إلى المنزل الذي كان يتكون من طابق أرضي وقبو لاكاف وطابقين علويين ثم السطح. بدأت عملية التفتيش بحثاً عن مصدر الرائحة، ليتبين أنها قادمة من القبو. ورغم أن القبو غير مرخص به هندسياً، فقد نزلت الشرطة إليه، وهناك تم العثور على جثة شاب يقدر عمره ما بين 36 و40 سنة. الجثة كانت في حالة تحلل، ما يدل على مرور أيام عديدة على الوفاة. عثر بجانب الجثة على فراش وطاولة صغيرة فوقها طعام وخبز لم يؤكل وقنينة مشروب غازي. كل شيء كان يوحي بأن الضحية كان يستعد لتناول العشاء، لكنه قتل قبل أن يتمكن من ذلك. المعاينة الأولية أظهرت أن الضحية تلقى عدداً كبيراً من الطعنات في الظهر والبطن والصدر، إضافة إلى ضربة قوية على الرأس، ما أثار الشكوك حول احتمال استعمال أكثر من أداة في الجريمة. السلام عليكم متابعي ومتابعات لغز الجريمة. أهلاً وسهلاً ومرحباً بنا وبكم في حلقة جديدة من حلقات قصص وملفات قضايا الجرائم التي وقعت في إحدى مدن أو قرى المملكة. نتمنى من الله عز وجل أن تكونوا بخير وبصحة وسعادة إن شاء الله. ندخل مباشرة في سرد تفاصيل وتطورات جريمة اليوم. قضية اليوم هي واحدة من قضايا الشرطة القضائية، دارت أحداثها بمدينة الدار البيضاء، وبالضبط سنة 2007. وسنبدأ متابعين الكرام بسرد هذه القضية من بدايتها. في إحدى التجزئات السكنية، حيث بدأ الناس في شراء بقاعهم الأرضية وبناء منازلهم، كان بعض عمال البناء يشتغلون منذ الصباح الباكر. وفجأة انتبهوا إلى رائحة كريهة جدا مصدرها أحد المنازل المجاورة. ذلك المنزل لم يكن قيد البناء، بل كان مبنياً وجاهزاً، إلا أنه غير مأهول بالسكان. وكان معروفاً بين الجيران أن صاحب هذا المنزل مغربي يعيش ويعمل في دولة الإمارات. الرائحة كانت قوية جداً وغير طبيعية، ما دفع الناس إلى البحث عن مصدرها. وبعد محاولات متعددة، تبين أن الرائحة تنبعث من داخل ذلك المنزل. الرائحة كانت من النوع الذي لا يخطئه الإنسان، إذ إن رائحة تحلل جثة إنسان تكون أقوى بأضعاف مضاعفة من رائحة جثة حيوان. الأمر أصبح واضحاً، فتم إبلاغ الشرطة والسلطات المحلية. عند وصول رجال الشرطة وبحكم خبرتهم المهنية، تأكدوا مباشرة أن الرائحة تدل على وجود جثة داخل المنزل. تم إشعار النيابة العامة، وأعطي الإذن القانوني باقتحام المنزل. بعد فتح الباب، دخلت الشرطة إلى المنزل الذي كان يتكون من طابق أرضي وقبو لاكاف وطابقين علويين ثم السطح. بدأت عملية التفتيش بحثاً عن مصدر الرائحة، ليتبين أنها قادمة من القبو. ورغم أن القبو غير مرخص به هندسياً، فقد نزلت الشرطة إليه، وهناك تم العثور على جثة شاب يقدر عمره ما بين 36 و40 سنة. الجثة كانت في حالة تحلل، ما يدل على مرور أيام عديدة على الوفاة.
عثر بجانب الجثة على فراش وطاولة صغيرة فوقها طعام وخبز لم يؤكل وقنينة مشروب غازي. كل شيء كان يوحي بأن الضحية كان يستعد لتناول العشاء، لكنه قتل قبل أن يتمكن من ذلك. المعاينة الأولية أظهرت أن الضحية تلقى عدداً كبيراً من الطعنات في الظهر والبطن والصدر، إضافة إلى ضربة قوية على الرأس، ما أثار الشكوك حول احتمال استعمال أكثر من أداة في الجريمة. لم يكن هناك أي أثر للكسر على باب المنزل، ما يعني أن الضحية كان يعرف قاتله أو سمح له بالدخول. لم يعثر لا هاتف أو أموال أو مقتنيات ثمينة بجانب الجثة. تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات، وبدأت الشرطة في جمع المعلومات من الجيران. الجيران أكدوا أن الضحية كان يعمل في الرخام والزليج، وكان يدخل ويخرج بمفرده ولم يشاهد معه أحد. عثر على بطاقة تعريف وطنية بجانب مكان نوم الضحية تشير إلى أنه ينحدر من نواحي زاكورة. تم التواصل مع السلطات المحلية هناك وإشعار العائلة بوفاة ابنهم. انتقلت العائلة إلى الدار البيضاء وتعرفت رسمياً على الجثة في مستودع الأموات حسب الإجراءات القانونية المعمول بها. بعد استكمال التفتيش، تبين أن الشقق العلوية تعرضت للسرقة، حيث كانت الأبواب مكسورة والأثاث الثمين مفقوداً، ما أكد أن الجريمة لم تكن فقط جريمة قتل، بل اقترنت بالسرقة. تم استدعاء فرق التشخيص القضائي ورفع عدد كبير من البصمات من داخل المنزل. بعد مرور أيام طويلة من الترقب والانتظار، وبعد عمل مضن داخل مختبر الشرطة العلمية، بدأت خيوط الحقيقة تتشكل ببطء. البصمات التي تم رفعها من مسرح الجريمة ومن داخل الشقة التي تم كسرها خضعت لتحليل دقيق شمل المقارنة مع قاعدة بيانات وطنية تضم آلاف السجلات. كان المحققون يدركون أن هذه المرحلة قد تكون الفاصل الحقيقي في القضية، فإما أن تقودهم البصمات إلى الجاني أو تعيدهم إلى نقطة الصفر. وبعد مدة من التحليل، ظهرت النتائج أخيراً، نتائج لم تكن عادية بل حاسمة. إحدى البصمات تطابقت بشكل كامل مع بصمات شاب يسكن بحي قريب جداً من مكان الجريمة، شاب في أواخر العشرينات من عمره، لا يملك سجلاً إجرامياً خطيراً، ويعيش حياة بسيطة رفقة والدته داخل شقة مكترة. الاسم كان معروفاً والعنوان محدداً بدقة، لكن ما أثار الشك أكثر هو أن الشاب لا يتوفر على عمل قار، ويتردد كثيراً على الأحياء المجاورة، ما جعله يدخل دائرة الاشتباه بسرعة. انتقلت الشرطة إلى عنوانه فوراً. عند الوصول إلى العمارة، طرقوا الباب مرات عديدة، لكن دون أي جواب. تم الاستفسار عن الشاب من طرف حارس العمارة، وهنا جاءت المفاجأة. أكد الحارس أن الشاب ووالدته اختفيا منذ حوالي أسبوعين، لم يرهما أحد ولم يعد يسمع لهما أثر، وكأنهما تبخرا فجأة. هذا الاختفاء المفاجئ زاد من قناعة المحققين بأنهم أصبحوا قريبين جدا من حل اللغز. بعد التأكد من نتائج البصمات واختفاء الشاب، قررت الشرطة تغيير أسلوبها. بدل المداهمة المباشرة، تم اللجوء إلى خطة ذكية ومحكمة. تم التواصل مع صاحب الشقة التي كانت تقطنها والدة الشاب، وطلب منه الاتصال بها بحجة وجود تسرب مياه خطير داخل الشقة قد يسبب أضراراً جسيمة إذا لم يتم إصلاحه بسرعة. وبالفعل تم الاتصال بها. ردت الأم بصوت متعب، وأكدت أنها مريضة وتقيم مؤقتاً عند ابنتها خارج الحي، وقالت إنها غير قادرة على الحضور بنفسها، لكنها سترسل ابنها بدلاً عنها لتفقد الشقة. كانت هذه المكالمة كافية لتأكيد شكوك الشرطة. تم وضع العمارة تحت المراقبة، وتوزع رجال الشرطة بلباس مدني في محيط المكان. كل شيء كان جاهزاً، وكل تفصيلة محسوبة بدقة. وبعد مدة قصيرة ظهر الشاب. دخل العمارة بهدوء، لا يعلم أن خطواته كانت مراقبة منذ اللحظة الأولى. وما إن وصل إلى مدخل البناية حتى تم تطويقه وتوقيفه في لحظة خاطفة، دون مقاومة ودون إثارة انتباه الجيران. تم اقتياده مباشرة إلى مقر الشرطة،
لتبدأ مرحلة جديدة من القضية. في غرفة التحقيق جلس الشاب أمام المحققين. كان يبدو متوتراً، شاحب الوجه، يتجنب النظر المباشر، وتحركاته لا تخلو من الارتكاب. في البداية حاول الإنكار. صرح بأنه كان يعمل مع الضحية في الرخام لمدة 3 أيام فقط، وأنه لم تطأ قدمه باقي الشقق داخل العمارة، وأن علاقته بالضحية كانت عادية ولا تتجاوز حدود العمل. لكن المحققين كانوا يمتلكون أكثر من مجرد شكوك. تم مواجهته بنتائج البصمات، بصمات وجدت داخل الشقق المكسورة وفي أماكن لا يمكن تبرير وجوده فيها. بدأت أقواله تتناقض: تلعثم، صمت طويل، ثم محاولات يائسة لتغيير الرواية. ومع كل دليل جديد كانت مقاومته تنهار شيئاً فشيئاً، وأمام الضغط النفسي والأدلة الدامغة لم يستطع الصمود أكثر. انهار تماماً وأقر أخيراً بكل شيء. اعترف الجاني بأنه استغل طيبة الضحية وثقته الزائدة. قال إنه لاحظ منذ الأيام الأولى أن الضحية رجل حسن النية كريم لا يشك في أحد. خطط للجريمة بهدوء دون استعجال، وفي يوم الجريمة استدرج الضحية بطريقة عادية وطلب منه الخروج لشراء الخبز والمشروب، وهو ما فعله الضحية دون تردد. وعند عودته وبينما كان منشغلاً بفتح الباب، باغته الجاني بضربة قوية على الرأس من الخلف. سقط الضحية أرضاً وهو ينزف، وفي لحظة خوف وهلع لم يتوقف الجاني، بل انهال عليه بالطعنات الواحدة تلو الأخرى إلى أن تأكد أنه فارق الحياة. بعدها صعد إلى الشقق العلوية، كسر الأبواب وسرق ما خف وزنه وغلى ثمنه، ثم غادر المكان محاولاً إخفاء أي أثر يمكن أن يدينه. لكن ما لم يكن يعلمه أن البصمات ستفضحه مهما طال الزمن. في نهاية المطاف تم تقديم الجاني إلى العدالة ليواجه مصيره وفقاً لما اقترفت يداه. قضية مؤلمة، لا بسبب بشاعة الجريمة فقط، بل بسبب أن الضحية كان رجلاً طيب القلب حسن النية، لم يعرف الحذر في زمن أصبحت فيه الثقة مخاطرة. هذه القضية تترك وراءها رسالة واضحة: أن الحذر واجب، وأن حسن النية وحده لا يكفي لحماية النفس، فالشر قد يأتي أحياناً من أقرب الناس ومن أولئك الذين نفتح لهم أبوابنا دون تردد.